السلام عليكم، ولاء عبد العزيز معاكم. وسؤال البنات النهارده غريب للغاية. أنا شعري طويل جدا، أنا بحب الشعر الطويل، لكن للأسف أنا ما عنديش وقت للعناية بيه. يعني ما عنديش استعداد أقص اللي بايظ، ما بغسلوش كويس. طول الوقت لما كتماه، معلش أصلا أنا في بيت عيلة، أو أصلا أنا ورايا امتحانات، أصلا أنا ملبوخة بالعيال. إذا أعمل إيه علشان أخليه صحي وجميل؟ طبعا السؤال ده بينوم، مش عارفة والله يعني إزاي أجاوب أنا على السؤال ده. يعني أنا دلوقتي ما عنديش وقت للعناية بيه، عندي ظروف تمنعني بأي شكل من الأشكال بالعناية بيه. طيب ليه أحتفظ بيه بالظبط؟ بالظبط زي اللي بتطول ضوافرها. أنا دلوقتي عايزة أطول ضوافري وتبقى طويلة، فلازم أبردها وأصنفرها وأطر الجلد حواليها وأتخلص من الجلد الميت علشان تبقى النهاية شكلها شيك وجميل. طيب لو ما عملتش المتغيرات دي هتلاقي الضوافر في النهاية شكلها إيه؟ حوافر. هي ما تتخيرش هنا على انها حوافر وسيئة جدا، وكل اللي حواليها هيكونوا قرفانين منها اصلا. اذا بالظبط زي الشعر، انا ما عنديش وقت لاي ظرف اذا اتخلص من التالف لحين ما يكون عندي القدرة ان انا ايه، اعتني بيه. ولكن اطوله واحتفظ بيه بالشكل ده ليه؟ طيب انا بستمتع بيه ازاي؟ في يعني ما بقاش قادرة افهم هنا سيكولوجية البنت اللي بتقول لي السؤال ده. فمن النهاية، لو انت عايزة شعرك طويل وحلو، لازم تعملي المتغيرات اللي هي تأدي في النهاية يكون الشعر صحي وسليم. انا ما بتكلمش على شعر مجعد وشعر ناعم، لا، انا بتكلم على شعر صحية، لكن يبقى شعرك طويل عمال يقطن، مليان قشر، مكمكم، ما عنديش وقت للعناية بيه، وكمان ارفض اقصه واجي اقول اعمل ايه علشان يبقى كويس. طبعا ده كله يعني كلام مش مظبوط خالص. ولو عندك اي استفسار راسليني على الخاص، هكون معاكي فورا.